مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامج عمار يا اسكندريه. معاكم النهارده واطلاله على الابداع والمبدعين. معاكم النهارده بنتابع ندوه نادي ادب قصر ثقافه الانفوشي ومناقشه للعمل الادبي والمجموعه القصصيه اشتياق بحضور عدد كبير من المثقفين والادباء. تابعونا وحلقه خاصه جدا. مشاهدينا الاعزاء، بيسعدني اللقاء مع قيمه كبيره، قيمه فنيه وثقافيه واكاديميه، الاستاذ الدكتور جمال ياقوت، استاذ التمثيل والاخراج بكليه الاداب جامعه الاسكندريه قسم المسرح، وايضا بمعهد الفنون المسرحيه. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. احنا النهارده في صدد الدوره الثانيه من مهرجان غرفه المسرح، مش كده؟ مهرجان مسرح الغرفه. الحقيقه النهارده عروض خلال 4 أيام أو أكتر، عروض متنوعة لألوان مختلفة من الألوان المسرحية بيقدمها الشباب، والمهرجان بيحمل هذا العام اسم غالي علينا كلنا، اسم الدكتور عثمان محمد علي. نتكلم عن هذه الدورة واختيار اسمه لتكريمه من خلال هذا المهرجان. يعني فنان عثمان محمد علي الحقيقة يعني من الفنانين اللي لهم تاريخ طويل جدا، ومن الفنانين الأكاديميين اللي لهم تربية أكاديمية، وهو الحقيقة كان الله يرحمه كان بيدرس مادة الإلقاء معانا في معهد الفنون المسرحية، وكان من أفضل الآثار ما شاء الله عليه، يعني موهوب جدا في الإلقاء. فعرفانا بالجميل يعني، وهنا لازم نشكر الاستاذ الدكتور احمد عبد العزيز وكيل معهد الفنون المسرحيه في اسكندريه، والاستاذ الدكتور غاده جبار رئيس الاكاديميه، ان هم يخلوا الدوره باسم الفنان عثمان محمد علي. دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، هو يستحقها الحقيقه يعني. ده حقيقي. يا دكتور، حضرتك تابعت على مدار ايام المهرجان العروض المقدمه، هي 4 عروض على ما اعتقد، اشكالها، الوانها، انواعها، ومدى مستوى الطلاب وفهمهم ووعيهم لهذه الالوان المسرحيه. هو طبعا يعني مسرح الغرفه هو نوع، هي حاجه نوعيه من المسرح له متطلبات خاصه، والطلبه الحقيقه احنا لاننا عضو لجنه التحكيم في المهرجان، فيعني ما ينفعش نتكلم في تفاصيل كتيره، لكن انا بأثمن جدا الجهد اللي الطلبه عاملينه في اختيارهم للنصوص، شغلهم عليها من حيث التمثيل والاخراج، وبعدين المهرجان بيبقى بالجهود الذاتيه او بدعم محدود، فهم الحقيقه عاملين شغل حلو جدا جدا جدا، بالذات ان هم لسه طلبه. نقاط ابداعيه ظاهره. بالتاكيد. وكمان فكره التعاون بين الطلبه وبعضهم البعض، ده بيخرج، ده بيعمل ديكور، ده بيعمل مزيكا. الحقيقه انه حاله يعني خليه نحل محترمه جدا، احيي عليها الطلبه والقائمين على المعهد. الحقيقه انا برضو سعيده النهارده لان انا قابلت شباب من القائمين على العروض، سواء كانوا بيقدموا عروض مونودراما كممثلين ومخرجين في نفس العرض. الولاد متشبعين بحب المسرح طبعا، وده يبشر يا دكتور بحاجه قادمه جدا، وبالذات كمان ان اداره المهرجان نفسها بيقوم عليها طلاب، يعني رئيس الاتحاد بيشرف على المهرجان، رئيس مدير المهرجان طالب. الحقيقه ان دي كلها حاجات بتخلينا نقول ان الطلبه محطوطين في معترك، نطمن انه اللي جاي ان شاء الله هيبقى كويس من خلال الخبرات دي. انا بشكرك جدا استاذ دكتور جمال ياقوت، الحقيقه اسرتنا بهذا اللقاء، وانا عارفه ان انا عطلت حضرتك عن العرض، لكن دايما شاشه اسكندريه بترحب بوجودك. بشكرك. شكرا يا استاذ، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء، معاكم النهارده من داخل قصر ثقافه الانفوشي بنتابع فعاليات مهرجان مسرح الغرفه، ومعانا مدير المهرجان محمد سمير. اهلا يا محمد. اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ الاول اتعرف عليك، انت في سنه كام بقى؟ سنه 4 في المعهد. اخر سنه بقى؟ اخر سنه خلاص. عايزه اقول ان المهرجان هو الدوره الثانيه ليه، مش كده؟ وتحمل اسم الفنان عثمان محمد علي. احكي لي بقى عن هذه الدوره، الفرق المشاركه، العروض، ازاي بتعملوا تدريبات، هل بيبقى في لجان تحكيم بتبقى متواجده في كل عرض؟ احكي لنا بقى تفاصيل هذا المهرجان.
تمام. لجنه تحكيم المهرجان دكتور جمال ياقوت، دكتور مدحت عيسى. طبعا احنا هنبص للكاميرا. تمام. لجنه التحكيم دكتور جمال ياقوت ودكتور مدحت عيسى ودكتوره داليا فؤاد، دكاتره في معهد عالي الفنون المسرحيه وفي قسم المسرح. عندنا 4 عروض مشاركه السنه دي في المهرجان. جميع العروض من اخراج وتمثيل طلبه في المعهد. الفعاليات الحمد لله العروض متنوعه لحد الان، والمهرجان حلو وافتتاح مشرف، وان شاء الله اللي يكون كمان الختام مشرف بكره باذن الله، ودوره موفقه باذن الله. طيب خليني بقى عن العروض المشاركه، ايه اهم العروض، نوعيتها ايه، في اطار ايه هذه العروض؟ هي العروض في اطار المونو والديو والتريو، ما بين التراجيدي والكوميدي. يعني العروض متنوعه، يعني 4 عروض فيهم تنويع على مستوى الدراما وعلى مستوى الاخراج، على مستوى الممثلين برضه زي قلت لحضرتك انه مونو وديو وتريو وبس. طيب عايز اقول ان اكيد يعني معهد الفنون المسرحيه بيتيح فرصه كبيره قوي للشباب ان هو يخرج طاقاته، يعني كان في مهرجان المسرح العربي كمان قبل منه. عايز اقول هذا التدريب المستمر وهذه المهرجانات المستمره والعروض اللي بيقوم بيها الشباب لاي مدى يعني بتدي باور وثقه وبتبين القدرات اللي عند كل واحد فيكم، هل يتجه للتمثيل، هل يتجه للاخراج، ولا ايه بالظبط؟ بالظبط احنا عندنا اكتر من 5 مهرجانات في السنه في المعهد، المهرجان العربي والمهرجان العالمي ومهرجان الغرفه ومهرجان الميكرو تياترو، ويعني مجموعه مهرجانات متنوعه بتتيح للطلبه انها تشتغل في التمثيل وفي الاخراج وفي الديكور، وبتحدد ميول طبعا الطالب هو حابب يكمل في ايه بعد كده بعد ما يتخرج من المعهد يعني. وفي نفس الوقت بيبقى زي اضافه للتدريب اثناء الدراسه لو كانت بشكل نظري، فالمهرجان بيطبق الموضوع بشكل عملي اكتر. أنا بشكرك يا محمد وبتمنى لكم التوفيق ودايما موفقين، ودايما نجوم المستقبل اللي بنستناهم ينوروا شاشاتنا وينوروا مسارحنا، وهدف ورسالة مهمة لتغيير المجتمع وتطويره. شكرا جدا استاذ ميادة. شكرا. مي عادل فنانة ممكن تكون صغيرة سنا لكن كبيرة في حجمها الفني، لأن هي النهاردة بتمثل عمل الحقيقة كبير، عمل مونودراما بعنوان أحلام منسية ضمن مهرجان مسرح الغرفة. مي أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي، عاملة إيه؟ الحمد لله. مي أنا عايزة أقول إن أنت ضمن مجموعة من الزملاء من طلبة معهد الفنون المسرحية بتقدموا عروض مختلفة بتتراوح ما بين الألوان المختلفة. أنت اخترتي المونودراما، خلينا الأول نعرف السادة المشاهدين بمعنى عرض مونودراما يعني إيه؟ عرض مونودراما اللي هو ممثل واحد يمثل فيه، هو اللي بيمثل وبيعمل كل حاجة في العرض. إيه صعوبته بقى يا مي؟ هو الصعب ان انت واقفه بتمثلي لوحدك، مفيش مثلا ممثل يلحقك او يشيل معاكي، هو ده اللي انت واقفه. هو بيبقى زي حديث النفس مش كده؟ بالظبط ايوه. لكن بتترجميه لحديث شخصي بيسمعه المتلقي. بالظبط، وان انت تحاولي تكسري الملل، ان ما يبقاش في تيبه ملل او مونوتون.
انا عايزه اقول ان العروض دي منتشره من زمان طبعا وفي اوروبا، ويمكن منتشره عندنا برضو، لكن المشاهدين لسه ما قربوش منها قوي، لكن انتم من خلال العروض بتاعتكم بتقربوها للمشاهد، صح كده؟ بالظبط. ايوه. احكي لي، انت العرض بتاعك اسمه احلام منسيه، ايه هي احلام منسيه؟ هو اسم العرض دبل مينينج. هو العرض بيتكلم عن ممثله نفسها تمثل ونفسها حد يديها فرصه، وعشان هي مش عارفه تعيش وعايزه تصرف على الفن عشان تشتغل، فاشتغلت عامله في المسرح. وفي عز ما هي بتنظف البدروم بتقعد تلبس الهدوم بتاعه العروض الاخرى وبتمثل مونولوجات تانية. وفي عز ما هي بتعمل ده المخرج كل شويه يخش عليها ويقول لها انت ادائك يقرف، انت ما بتعرفيش تمثلي، وهو واقف ضدها تماما. اضطهاد هنا. وشايف ان هي مش عارفه حاجه ومش فاهمه حاجه، وهو حتى ما جربش ان هو يوجهها او يقول لها ايه الصح. بس بتبتدي ان هي تبين بقى معاناتها مع والدتها، ان والدتها عايزه تجوزها، انت اصلا فاشله، انت ايه اللي خلاكي تاخدي مهنه التمثيل دي مهنه، اختاري مهنه محترمه احسن، اقعدي في البيت واتجوزي. تكون انت البطله في الحقيقه ولا حاجه؟ لا والله ابدا. بس العرض بينتهي ان الباب اتقفل عليها عشان مدير المسرح مشي وقفل النور والتكييفات والبيبان وروح. والرساله ايه؟ اتنست في المسرح فبقت احلام. يعني احلام منسيه، احنا مش عايزين بعد كده يبقى في احلام منسيه، احنا عايزين احلام تطلع للنور، احلام مشروعه بنجوميه بفن كبير وابداع منتظرينه من شبابنا الواعد اللي زيك. ميرسي يا مي. ربنا يخليكي. ميرسي ليكي. الحقيقه النهارده سعيده بلقاءاتي مع الشباب. معانا النهارده الفنان اللي بيقدم لنا عرض متميز ومختلف، الفنان محمود حسين، واحد طلبه معهد الفنون المسرحيه. العرض المسرحي ضرر للتبغ، وعرض لأنطوان تشيكوف. محمود، اخترت العرض ده ليه؟ الحقيقه انا حابب النص جدا، لان انا بحب كل كتابات انطوان تشيكوف. هو مؤلف عظيم من اعظم المؤلفين اللي جم في التاريخ، فكنت حابب ان انا اعمل له حاجه مونودراما. فعجبني جدا النص، وكان السبب ان هو مرشحه لي كمان كان دكتور اسمه دكتور تامر القاضي عندنا في المعهد، كان يعني اخويا الكبير، هو مرشح لي النص، قال لي النص هيبقى حلو جدا معاك. فحبيت ان انا استغل النص وعملت له دراماتورجيا جديده ورؤيه بس مختلفه بسيطه، وان انا قدمته. النص بيحكي عن معاناه شخص في حياته الزوجيه، وان هو بيهرب من المشاكل الزوجيه اللي بيعاني فيها في حياته مع مراته، لان هو يروح يدخن، مع ان مراته دي بتقهره وبتقول له لا ما تدخنش وبتبعده عن التدخين، بس هو بيدخن لان هو شايف ان هروبه من المشكله بتاعت مراته ان هي كبيره، فبيهرب للمشكله الاكبر اللي هي التدخين. فبالنسبه له المشكله الاكبر والاعظم ان هي فاهم يهرب بس من مراته، مش مهم التدخين بيعمل فيها ايه، رغم ان هو مريض ربو، مش مهم التدخين بيعمل فيا ايه، مش مهم ان هو بيضر صحتي، مش مهم ان على المدى البعيد انا ممكن يعني هو بيتعامل باستهتار مع الامور، بيستهتر مع الامور شويه نظرا للضغط والكبت اللي هو عليه، لان مراته كانت بتضغط عليه جامد ومشغلاه عندها في كل حاجات، في كل بيحكي من خلال عرض المونودراما عن المعاناه اللي هو بيعيشها، وبيوضح مبرراته اللي ادت ان هو يعيش في ضرر الطبخ، يوصل بالظبط يوصل للمرحله المزريه دي. فهو بيبدا يعني كل ما يجي يشرح المحاضره، هي بعتته لنادي ريفي، النادي الريفي ده بيقعد يشرح للناس المحاضره ان احنا ضرر التبغ مضر والتدخين مضر، لازم نبتعد عن التبغ. بس بيسرح عن موضوع المحاضره، وبيبدا ان هو يستغرق قوي في ان هو يحكي مشاكله مع مراته. فبيبدا يحكي عن المدرسه الموسيقيه بتاعت مراته، ان هو بيدرس كل المواد فيها، وان مراته بتخاره وهي اللي بتاخد الفلوس وبتاخد قبض المدرسين وبتاخد كل حاجه. بيحكي عن ان البنسيون بتاع مراته ان هو اللي بيدير لها، بيعمل لها كل حاجه في البنسيون، بيدير لها كل حياتها، وفي الاخر خالص هي بتخونه لان هي شايفاه شخص مش ما عندوش الذكوره الكافيه ان هي تعيش معاه، فبتخونه، بتروح لشاب اصغر منه وبتصرف عليه من فلوسها عشان تحس معاه احساس ان هي شابه صغيره. يعني اذا عرض المونودراما هو عرض درامي بيعبر عن مأساة من تأليف أنطوان تشيكوف. طيب هل أنت جربت أنك تقدم عروض مسرحية مختلفة عن لون المونودراما؟ قدمت عرض بالفعل في مهرجان المسرح العالمي اللي فات في القاهرة، كان عرض انذار جدو، بس كان لصامويل بيكيت. الفكرة ان انا حابب قوي الروايات الأجنبية وتمصيرها، مش كده؟ بحب، يعني حابب جدا. يعني انذار جدو كنت عامل فكرة مختلفة، هو الفكرة ان هم اتنين قاعدين في انتظار المخلص،
انا خدتها بشكل مختلف، خليتها ان هو بعد الحرب العالميه الثالثه اللي حصلت عن طريق الغلط بسبب استهتار احدى العمال في دوله، ان هو داس على زرار في صواريخ نوويه راحت الشخصيتين دول قاعدين بيشوفوا حياتهم بعد ما العالم كله اتدمر. فكنت حابه جدا لان انا بحب النصوص اللي فيها المجهود شويه يتبذل. بس هي موضوعات مهمه وبتستغرق مجهود كتير يا محمود، ولكن هل انت الدراما بتستهويك لهذه الدرجه؟ يعني هل في امكانيه ان انت تقدم عرض مسرحي درامي وفي لايت تقدر تدي هذه الاشعاعه؟ يعني انا طبعا نفسي، لان هي الفكره ان معظم الناس خرج عن جلدك. يعني الفكره ان معظم الناس بيقولوا لي ان انا سكتي الاساسيه هي الكوميديا. انا شايفه من اول ما بدات اتكلم معاك ان انت دمك خفيف جدا، فلما جيت اتكلم معاك كلمتني عن الدراما والمونودراما والمأساة. يعني فين الضحك ده؟ انت ضحكتك جميله. ربنا يخليك. بس ده يدل على ان انت عندك قدرة تمثيلية عالية، ان انت تبقى عندك السمات اللي تأهلك ان انت تدي ابتسامة وتعمل كوميدي، ورغم ذلك انت قادر ترسم الدراما بشكلها الحقيقي. في انذار جدور، رغم ان هو كان عرض مسرح عبث وكان صعب جدا، رغم ان انا كنت مدخل فيه كوميديا كتير وكوميديا من النوع اللي انا بحبه كمخرج وكده، كنت حابب ان انا ابين النوع ده. بس يعني باذن الله اللي جاي ان انا اعمل حاجه، باذن الله المهرجان العربي داخل علينا في المعهد، فان شاء الله يعني يا رب اقدم حاجه فيها لون مختلف بس عن اللي انا يعني اجي اتفرج على حاجه لونها كوميدي شويه باذن الله. باذن الله ان شاء الله حاجه كوميدي. خلاص احنا على وعد مع محمود بلقاء اخر في مهرجان جديد ولون كوميدي، لان احنا شفناه في الدراما، واعتقد انه هينجح في الاثنين، وهنشوف ممثل الفتره الجايه. بس ممثل ولا مخرج؟ انت مخرج وممثل عرض. السلام. انا النهارده كنت مخرج العرض وممثله. طيب ان شاء الله المستقبل ايه؟ باذن الله ممثل. باذن الله نجم وممثل جميل على الساحه الفنيه. اتشرفت بيك يا محمود. انا اتشرفت بحضرتك جدا جدا جدا. شكرا ليكم بجد. شكرا جدا. شكرا. حبيبتي انا جيت. لسه ما قدرتيش تنسي؟ كل اللي بينا خلاص. هو ايه اصلا اللي بيتقال في المواقف اللي زي دي؟ مشاهدينا، وبيسعدني اللقاء مع الاستاذ محمد فؤاد، وهو خريج معهد الفنون المسرحيه، ومش بس كده، هو النهارده مسؤول لجنه التجهيزات بمهرجان غرفه المسرح، وفي نفس الوقت هو بيمثل، صح كده؟ طيب احكي لنا بقى عن هذا المهرجان، وازاي قدرتوا ان انتوا تجهزوا في هذه المده القياسيه وتتقدم هذه العروض المختلفه والمتنوعه اللي بتحتاج ديكورات مختلفه، خاصه ان كل عرض بيحمل سمه مختلفه. يعني هو العرض المهرجان مكون من 4 عروض. عندنا الافتتاح، والنهارده 3 عروض، وبكره عرض والختام ان شاء الله. وبنجهز العروض بالتقنيات الموجوده، يعني بقلل. ايه بقى التقنيات؟ اللي هي الديكور والاضاءه واي حاجه ليها علاقه بالتقنيات والفنيات بتاعه المسرح والديكور والكلام ده. كلمتني عن مشاركتك برضو في التمثيل، مش كده؟ انت بتمثل معاهم في عرض؟ لا حاليا لا، بالتجهيزات الفنيه بس. لكن انت اوريدي بتمثل بقى، يعني اشتغلت مسرح واشتغلت ميديا وكده. طيب انت لاقي نفسك اكتر في العمل الاداري الفني، ولا لاقي نفسك اكتر في مجال التمثيل؟ لا، التمثيل والاداري اللي هو بساعد زمايلي والتواجد وكده. انا شايفه ان بيبقى فيه تعاون دايما بين الطلبه وبين الخريجين، يعني الصله لا تنتهي بمجرد التخرج، بتفضلوا طلبه معهد الفنون المسرحيه في خيط بيجمعكم في العروض والمهرجانات. ايه الاحساس؟ بيت واحد يعتبر، زمايل واخوات كلنا، وفي فرق سن والكلام دوت ما بيننا، بس احنا كلنا اسره واحده. رؤيتك ايه بقى للدوره الثانيه من المهرجان السنه دي؟ ايه اللي بيميزه؟ هي النهارده الدوره دي تحمل اسم الراحل الدكتور عثمان علي، كان بيدرس لنا في المعهد، ودي يعني حاجه تكريم ليه ولينا يعني.
انا بشكرك جدا واستمتعت بلقائي معاك، ونستمتع معاك بفعاليات المهرجان. بشكرك جدا. شرفتيني. شكرا. مشاهدينا بسرعة الوقت خلص، لكن استمتعنا حقيقي بوجودنا معكم، استمتعنا بالوجوه المتميزة، استمتعنا بالإبداع، بالفن، بالثقافة، ودايما هنكون معاكم في لقاءات حصرية وموضوعات متميزة فقط في عمار يا اسكندرية. إلى اللقاء.